اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض كحك العيد زي ما قال الكتاب. معانا معلقه خميره كده تدوي بيها في مج كبير او في شفشه او اي حاجه، ومعلقتين سكر اهو بالشكل ده كده. وهنختبر مع بعض الخميره، كوبايه لبن على ميه علشان تبقى ايه مظبوطه كل حاجه. بالشكل ده عملنا الخميره وركناها على جنب. هنا معانا كيلو دقيق، كيلو دقيق بالظبط، وعليه معلقه صغيره ريحه الكحك. كيلو دقيق وعليه معلقه ريحه الكحك. وهنا معلقتين سمسم اهو بالشكل ده، ذره ملح، ومعانا نص كيلو زبده اهو. وعلشان تبقى التسوية مظبوطة 10/10 معلقتين سمنة. لو مش عندك زبدة تكملي انزلي بمعلقتين سمنة بالشكل ده كده، عشان يبقى كده 10/10 مظبوط معاكي وناعم وجميل زي الفل. تابعوني مش هتندموا، طريقتي زي الفل بعمل بيها على طول، يا ريت تتابعوني مش هتندموا ابدا اهو بالشكل ده. وهنبس مع بعض الكحك بالشكل ده لحوالي من 10 دقايق لربع ساعة. كل ما تبسيه اكتر كل ما يبقى جميل اكتر. تغلفيه كويس بالسمنه بالشكل الحلو ده، شايفه كده شكل الزبده والدقيق كده والحاجات المكونات اللي نزلنا بيها حلوه ازاي اهو. بعد ما خلصنا نزلنا بالخميره واللبن. خميره خمرت الحمد لله زي ما حضراتكم شايفين كده، مش تعجاني تلف لف عشان ما يبقاش للعجين عرق. فضلوا حبه، لقيت العجين محتاج حبه نزلت بيه، عملتهم بالشكل ده. وهنختبر العجينه بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين، يا ريت تجربوها والله ما هتندموا. انا عاملاها بكل الطرق معاكم اهو بالشكل الحلو ده، ولا بتفلق منكم ولا اي حاجه. وهنا هنعمل مع بعض الملبن. معانا معلقه سمنه بالشكل ده والملبن، وهنعجن الملبن كويس بالشكل ده لحد ما يبقى معانا بالشكل الحلو ده. هنقطعه كور صغيره حجم الكورة 10 جرام حاجة زي كده، يعني على حسب الكحكاية اللي انت هتعمليها. انا بعملها صغيرة صغيرة واحط فيها ايه على قد عشان متطلعش منك من العجين، مش تكبريها، متطلعش منك من العجينة وتلاقيها ساحت في الصوص بالشكل ده كده. يا ريت تجربوها مش هتندموا ابدا والله. الكحك ناعم وجميل ما اقولكوش، والملبن فيه من جوه سايح وجميل، مفيش احلى من كده. وكل سنة وانتم طيبين، وانتظروني في البيتي فور بقى اهو بالشكل ده. انا بحب ابصم بالبصمه دي عشان بحسه انه زي ما يكون جاي جاهز. البصمه دي سهله وسريعه والبصمه بتاعتها جميله. شايفين التسويه جميله ازاي اهو، التسويه زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، مفيش احلى من كده. ولو عجبكم الفيديو حطوا لايك وشير، ودمتم في رعايه الله.